يلا بينا نعمل النهاردة اوريو تشيز كيك بطريقة سهلة خالص ومش متعبة نهائي. هي اكتر تشيز كيك فلافية ممكن تدوقها وبتدوب في البق كده. تعالوا اقولكوا بقى على طريقتي فيها. اول حاجة هنجيب اكياس اوريو، نفصل الكريم عن البسكوت، نكسر بعد كده البسكوت كويس ونحط عليه معلقتين عسل ونقلبهم كويس، وبعدين نفردهم في الصينية كويس من تحت وندخلها التلاجة نص ساعة. بالنسبة بقى للكريمة نفسها، عايزين 125 جرام كريم شانتيه او ويب كريم، وعليهم 200 جرام لبن مكثف محلى، وعليهم 150 جرام كريم تشيز. اللبن المكثف المحلى والكريم تشيز انا كنت عاملاه. عايزين ربع كوباية مية مغلية، نحط عليها معلقة جيلاتين ونقلبهم كويس لغاية ما الجيلاتين يبدأ يفك، ونروح حاطين عليه مكعبين تلج او 3 هيتلاقوه داب خالص. نرجع تاني للكريمة، هنحط بقى على المكونات اللي احنا حطيناها كوبايتين مية ونقلبهم كويس، ونحط الكريمة بتاعة الأوريو، وبعدين نزود الجيلاتين اللي عملناه. ما تخافوش، هي هتبقى خفيفة كده في الأول بس هي هتتقل لما يتضرب. بصوا بدأ يتقل ازاي معانا، نفضل نضرب فيه لغاية ما يدينا القوام ده. بعد كده رحت حاطة عليها كام واحدة أوريو كده مكسراهم أنا. بصوا الرصة دي أنا بحب أرصها بالطريقة دي، ان انا حطيت حبة من تحت ورحت رص حوالي في الحواف أوريو، ورحت مكملة حطتان الكريمة. بعد كده هندخلها التلاجة لمدة ليلة كاملة، هي من 3 ساعات لليلة كاملة، بس انا بفضل انها تبات في التلاجة ليلة. تاني يوم بقى هنطلعها، احط عليها صوص فادج، احط عليها اوريو كراش، اي حاجة. وشوفوا بقى انتوا تحبوا تحط عليها ايه من فوق. بصوا انا رصيتها ازاي، لو تحبوا ترصوها كده هي طعمها بيبقى حلو جدا. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. بالهنا والشفا. بصوا بقى هي ماسكه نفسها وفلافي ومرتبه ازاي. بصوا الحته انا طلعتها هتبقى مظبوطه، طعمها بقى احلى بكتير. قولوا لي ايه رايكم فيها.